نصيحة رقم 4 بتتكلم على فكرة هل أنت متربي نعم أم لا؟ إحنا كتير مننا بيتعامل مع كلمة أنت مش متربي على إنها إهانة، يعني أنا لمّا حد هيقول لي يا محمد أنت مش متربي، هاعتبر إنها إهانة كبيرة، وهاعتبر إن هو يقصد إن أنا إنسان منحرف سلوكيًا، أو إنسان مش متربي بمعنى إن أنا وِحِش بشكل أو بآخر، بس بطريقة فيها إهانة، لكن الحقيقة إن كلمة أنت مش متربي دي لا تعتبر إهانة، لإن في كتير مننا مش متربيين، لإن التربية تختلف عن الرعاية، والرعاية تختلف عن التربية. كتير من أولياء الأمور بيتعاملوا مع التربية على إن هي رعاية في صورة إنه يأكل ويشرب ويودي المدرسة ويذاكر لعياله ويوديهم التمرين، كل ده اسمه رعاية، كل ده ما اسموش تربية. لكن كلمة تربية هي تتلخص في صورة إن يبقى في أب وأم زرعوا قيم سليمة سلوكية ونفسية إيجابية في عقلي وفي تكويني وفي شخصيتي، يزرعوا قيمة الكرم، يزرعوا قيمة المشاركة، يزرعوا قيمة العطاء، يزرعوا قيمة الصدق، يزرعوا قيم في شخصيتي، هي دي التربية. فلمّا أقول لك إنك مش متربي، ده مش معناه إن أنا باهينك، أنت كلت كويس وشربت كويس واتعلمت كويس وناجح في حياتك، لكن أنت مش متربي.